اشربوا سجاير زي ما انتوا عايزين. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني معلومة طبية رقم 174. انا بشرب سجاير بقالي فترة، بس ببقى حريص ان انا ادخن بعيد عن البيت او في البلكونة، لحد ما لاحظت ان عيالي حصل لهم مشاكل في التنفس، ولما كشفت لهم الدكتور قال لي هو انت بتدخن؟ بس مش بدخن جنبهم. الشارع اللي وراه العيال عندهم مشاكل بسبب السجاير. اشرب انت سجاير وضر نفسك زي ما انت عايز، لكن انك تضر اقرب ناس ليك يبقى انت كده مش حر. قعدت ادور على السبب واكتشفت ان الشوائب اللي موجودة في دخان السجاير بتقع على الهدوم اللي انا لابسها وبتثبت فيها لمده كبيره جدا، ولما باجي ادخل البيت واحضن عيالي الشوائب دي بتتنقل لهم وبيستنشقوها. وعشان اتاكد بنفسي من المعلومه دي كلمت صاحبي عبد الله واديت له التيشيرت اللي انا كنت لابسه عشان يشوفه تحت الميكروسكوب، وبالفعل كانت النتيجه ان في شوائب سجاير على التيشيرت. ونصيحتي بقى لكل واحد بيدخن ومش قادر يبطل تدخين، ضروري انه ما يحضنش عياله ويغير هدومه اول ما يوصل البيت على طول ويغسلها. انا بقدم معلومات طبيه لو حابب تتابعني.